بصوم بصلي بحج، إذا كان قاسط فهو لجهنم حطبا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط بدون حرف الميم، لكن الآيات تقول إن الله يحب المقسطين بحرف الميم. فمن هو القاسط ومن هو المقسط؟ القاسط هو من يأخذ قسطه وقسط غيره كاملا، من الإرث، من الماء، من الكهرباء، بالشارع، بكل شيء يأخذ قسطه، من الخبز، من المواد التموينية، يأخذ قسطه وقسط غيره مسبب الأزمات في المجتمع أو المشاكل للآخرين. هذا لجهنم حطبا. إذا صام إذا صلى الله ما له علاقة، لجهنم حطبا. لكن إذا كان مقسط يأخذ قسطه فقط، تاركا للآخرين أقساطهم، من الماء، من الكهرباء، بالشارع، في الماء، في المواد الغذائية، في المواد التموينية، لا يخلق الأزمات، فهذا يحبه الله ويحبه الرسول ويحبه المجتمع. إذن علينا أن نكون مقسطين وليس قاسطين. لا أفكر إلا في نفسي، وليذهب الآخرون إلى حيث يذهبون. إذن القاسط غير المقسط. فالقاسط حتى في الشارع، أريد أن أسير، هذا يقف وهذا يقف وهذا يقف، لا بالشارع أعمل مشاكل، هذا قاسط يأخذ قسطه وقسط غيره حتى بالشارع. أهدر الماء، أهدر الكهرباء، يعني الآخر بقي له ماء، بقي له كهرباء، بقي له غذاء، لا يهمني، فأنا في هذه الحالة أنا قاسط لجهنم حطبا. فعلينا أن نحافظ على حصص الآخرين، على حقوق الآخرين. وأهم شيء هو في الميراث، كل إنسان يفكر في الميراث أن يكون قاسط، أخذ حصة الآخرين حتى في الميراث. أتلاعب على الله، أتلاعب على الأمور، أكذب على الله، أكذب، أزور، أكذب على كل الأمور، أنا بحاجة وأنا بحاجة وأنا مرضان وأنا بحاجة كذا. حتى القاسط في الدواء، في المشافي، يعني أكذب، أنا والله مريض، إنني لم أشفى. غالبا القاسط يقوم على مبدأ أساسي هو الكذب، يكذب على الناس، ينتقل إلى الغش، ينتقل إلى كل الأمور بالكامل. وعندنا ما شاء الله نخترع عيد إلى الكذب، أصبح الكذب عندنا قضية، أصبح ثقافة. يجب أن نكون صادقين مع ذاتنا قبل أن نكون صادقين مع الآخرين، لأن الله يكشفنا من الداخل. إذن وإن كان عندي شيء من الشطارة، شيء من البلاغة، شيء من كذا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنني أنا بشر، معنى الحديث الشريف، الكل يحتكمون إلي، ربما يكون بعضكم ألحن في الحجة فأحكم له. مو يقول لي رسول الله حكم لي، إنما أحكم له بقطعة من النار، وإن كان صحابيا، وإن كان، لأنه اعتمد على الكذب، على الغش، لكي يأخذ قسطه وقسط غيره. إذن انتبهوا لهذه الظاهرة. المجتمع قسمين، إما مقسط يأخذ قسطه فقط من الماء، من الكهرباء، من الدواء، من المشافي، من كل الأمور، لا يكذب لا يغش، يعني لا يتلاعب على الآخرين، هذا يحبه الله وهذا له الجنة، لأن لا يمكن أن يحبه الله ثم يأخذه إلى النار. إن الله يحب المقسطين. أما القسم الآخر فهو قاسط، يتلاعب، يغش، يزور، يكذب، لكي يأخذ قسطه وقسط غيره، ليعلم أنه لجهنم حطبا، فلا يتلاعب على الآخرين ولا يقوم بهذه الشطارات وهذه الألاعيب. إذن نأمل من القاسطين أن يتحولوا إلى مقسطين. وشكرا لكم.